مساء الخير على عيونكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نعمل وصفه حلوه مع بعض وسهله وسريعه. اي حد في الدنيا بيحبها طبعا. هي ايه؟ هنشوف مع بعض. اول حاجه معايا هنا كوبايتين من الدقيق، ننخلهم كده حلو كويس جدا. كل ما تنخلي الدقيق بيديك نتيجه افضل في المخبوزات او الحلويات اصلا عموما يعني. تمام، فزي ما انتم شايفين نخلت كده كوبايتين من الدقيق ونخلتهم جامد حلو يعني. وبعدين معايا هنا كيك شيف، هناخد معلقة كده كبيرة. وبعدين معايا هنا برضو اللي هي رشة من الملح عشان توازن كده ايه الطعم. ونقلب كل المكونات الجافة كده مع بعض. وهنا بقى نجيب الخلاط بتاعنا وننزل بقى بكوباية من السكر وكوباية من اللبن ونص كوباية كده او 3/4 كوباية من الزيت. ولو احتجت زيت كمان بضيف عشان الخليط بتاعي ايه يتقل معايا. طبعا عرفتوا ايه الوصفة بتاعتنا النهاردة، كيكة الشوكولاتة. تعالوا نشوف مع بعض. حطينا هنا 2.5 معلقة كده من الكاكاو الخام. ده كاكاو خام بصوا تقيل جدا. ومعايا هنا نص كوباية تاني كمان من اللبن عشان انا هاخد كوباية من عشان الشوكولاتة. تمام، هنعمل كده اهو. خلاص نضربهم كده ايه لحد ما يتقل معانا ويدينا القوام اللي هو التقيل ده. الشوكولاتة شايفين قوام شوكولاتة، وكمان هيقعد في التلاجة هيتمسك معانا كمان شوية. تمام، ناخد بقى الكوباية كده. وبعدين بقى نحط البيض، بيضتين بالظبط. حابة تزودي البيض عادي براحتك. طبعا فانيليا. زي ما انتم شايفين كده. طبعا بتمنى لايك واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني. وتابعوني كمان على صفحتي على الفيسبوك مع يوميات ام فيروز عشان توصل لكم اي فيديوهات جديدة انا بنزلها. تمام، زي ما انتم شايفين كده. طبعا ولادي بيحبوا الكيكه دي جدا جدا وبقالهم كتير بيطلبوها مني. كمان بالذات ابن الصغير بيقول لي عايز كيكه شوكولاته، عايز كيكه الشوكولاته. قلت والله لا اعملها لك. هي اصلا بتتعمل سهله جدا وما فيهاش ما فيهاش اي صعوبه. واحده واحده معايا واتفرجي وان شاء الله هتعمليها باسهل طريقه. تمام، زي ما انتم شايفين ده القوام. بس طبعا القوام ده تقيل شويه، حسيت ان هو تقيل. عادي نحط له حبه من اللبن. لو طلع معاكي تقيل نحط له حبة من اللبن عادي. كل حاجة في ايدك كده زي ما انتوا شايفين. ونقلبهم برضو تاني كده. تمام، السلك بقى ده مغلبني قوي، اللي هو السيليكون ده مش عملي خالص خالص يعني. بصراحة مش حباه ومش حباه اصلا في تعامله وفي استعماله. لان بيتخلع كل شوية كده. وكمان تحس ان هو طري كده حتى لما بتقلبي تحس ان هو تقيل معاكي. تمام، فانا شيلته بقى خالص كده لانه بصراحة تعبني. تمام، شلت والله قلت اللي انا شايلاه. وجبت بقى ايه اللي هو الاستانلس ده. تحفة جميل جدا وتقيل كده في ايدك انتي، بتحسي لما بتحركي بيه وتقلبي خفيف كده. خلاص انا كده خلصت. هنجيب بقى هنا معلقة من السمنة او الزيت ونقلب كده. طبعا انا كنت مسخنة الطاسة شوية، قصدي الصينية، فساح معايا فعادي مش مشكلة برضو. هننزل بقى بالخليط بتاعنا الجميل ده كده زي ما انتم شايفين. وندخلهم بقى الفرن لحد ما يستووا ونطلع تاني. وقصدي نرجع مع بعض تاني بعد ما خرجت من الفرن اهي. هنقطعها كده زي ما انتم شايفين. ونخرمها كده بالشوكة عشان لو عشان لما بحط اللي هو الشوكولاتة كله تتشرب بقى من كل الجوانب ومن جوه. يبقى طعمها كده الشوكولاتة باين فيها وظهر قوي. تمام كده خلاص. يعتبر وصفة النهاردة خلصت.
وما فيهاش اي صعوبة، تقدري تقومي تعمليها دلوقتي وبأسهل المكونات موجودة عندك، هتفرحي ولادك بأقل حاجة. تمام. هناخد بقى كده قطعة ونشوف الدنيا فيها ايه. كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله طلع حلوة جدا وهشة وكان طعمها حلو جدا والله، وخفيفة كده، تحس ان شوكولاتة يعني. آه، جامدة، باينة يعني فيها كده وحلوة، تحس ان هي جاهزة اسهل من جاهزة اصلا. تمام. بتمنى لايك واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني، وتابعوني. تحفة ما شاء الله، وزي ما انتم شايفين كده شكلها حلو جدا وكده وشكلها تحس ان هي جاهزة. هشوفكم على فيديو جديد. سلام.